بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهاردة على الحجز وما قبل الكشف في حالات التطبيب عن بعد لحالات النساء والتوليد وتأخر الحمل الغير طارئة. طبعا أول حاجة بنعملها إن احنا بنحجز الميعاد. بنتصل طبعا عن طريق رقم التليفون أو المحمول الموجود، وبنشوف الحجز امتى يناسب المريضة ويناسب الطبيب، الساعة كذا يوم كذا، وبناخد الاسم والسن وممكن ناخد العنوان. بعد كده بنقول لها أول جملة بتتقال إن التطبيب عن بعد اللي هو الأونلاين ما ينفعش في حالات الحرجة أو الحالات الطارئة، ولكن في هذه الحالات ننصح إن لو حد حصل له كده يروح لأقرب مستشفى أو يطلب سيارة إسعاف. طبعا بنقول لها أول حاجة في نصائح في الاتصال، إن الغرفة اللي هتتكلمي منها أثناء الكشف تكون غرفة هادئة مغلقة بدون ضوضاء، مفيش فيها إلا المريضة نفسها، ولو عايزة حد مساعد لها معاها إذا أرادت مفيش مشكلة. يكون وسيلة الاتصال عندها جيدة، إن في نت كويس والكاميرا أو المحمول أو اللابتوب اللي عندها أو التاب كويسين، والصوت بتاعهم كويس، ويفضل إن هي تفتحهم قبل ميعاد الزيارة اللي هتتحدد بربع ساعة، أو تعمل لهم اختبار قبل كده عشان ما تلاقيش مشاكل ساعة الاتصال. طبعا لازم الإضاءة تكون كويسة، وتكون الإضاءة من الأمام مش من الخلف عشان يبقى الضوء مسلط عليها. بعد كده إنها احنا طبعا بتسمع وترى جيدا في وسيلة الاتصال. بعد كده إن تحط الكاميرا في مستوى العين، وتكون عاملاها زي السيلفي، وطبعا بيبقى فيديو، وبتبقى هي نفسها في وسط الكادر في منتصف الشاشة. بعد كده أقول لها نصائح للمريضة، إنك ساعة الكشف تكوني لابسة هدوم واسعة، عشان لو طلب منك إنك تكشفي مثلا عن دراع أو حاجة معينة أنت هتشتكي منها، يبقى سهل الكشف عنها، ولازم تبقى قاعدة وراسك مرفوعة. بعد كده احنا قلنا ممكن يبقى معاكي مساعد إذا أردتي ذلك، مفيش أي مشكلة. طبعا لازم نقول لها ان الكشف ده سر بين الطبيب والمريضة، زي الكشف في العيادة بالظبط، وان الكشف ده مش مسجل ولا متصور ولا اي حاجة. بعد كده بنوجه المريضة ان هي ترسل لنا لو عندها تحاليل سابقة او اشعات او كشوفات او روشتات سابقة تبعتها، عشان هتفيدنا في التشخيص والعلاج. ممكن كمان في الشكوى الحالية بتاعتها ان هي ممكن عندها حاجة مثلا تورم في حاجة، مرض جلدي أو طفح جلدي، أو في مكان ألم، تصوروا صور من كذا جهة أو تعملوا فيديو صغير. طبعا بتوجه إذا أمكن إن هي لو عندها جهاز قياس الحرارة، ترمومتر يعني تقيس حرارتها، لو عندها جهاز ضغط تقيس ضغطها، لو عندها ميزان تقيس وزنها، لو تقدر تقيس النبض أو قياس تشبع الأكسجين. في ساعات دلوقتي موجودة في السوق بتقيس الحاجات دي، مفيش مشكلة. طبعا بعد ما الطبيب بيسمع الشكوى بتاعتها الأساسية، ألم، تورم، حسب ما بتشتكي، ممكن يبعت لها فيديوهات تعليمية عشان تساعد أثناء الكشف وتبقى فاهمة الطريقة وبيحصل ايه. طبعا هنتفق على طريقة الاتصال، انت عايز تتصلي عن طريق الواتساب او عن طريق ماسنجر على تليفون كذا، واحنا محددين الميعاد. طبعا هنأكد الميعاد قبل الميعاد بيوم، هنبعت رسالة على الواتساب او ماسنجر، او حتى رسالة على التليفون العادي المحمول SMS. بعد كده هنقول بقى طريقة دفع وقيمته. طبعا طريقة الدفع دي انك بتحولي مقابل الكشف حسب ما انت شايفة، يا عن طريق فودافون كاش حسب رقم التليفون اللي الطبيب هيبعته لك، او تحوله له على بنك برضه هيبعت لك رقم الحساب بتاعه. طبعا قيمة الكشف بتختلف من واحد للتاني، في طبيب عام وفي نايب وفي
مساعد اخصائي، وفي اخصائي، وفي استشاري، وفي استاذ جامعه، كل واحد حسب درجته وخبرته. غير كده ان بنقسم برضو الكشف عن طريق حسب المده، يعني في بيبقى كشف مختصر، ده بيبقى في حدود 10 دقائق، في كشف بنسميه كشف كافي في حدود 20 دقيقة، وفي كشف مطول وده بيقعد من نص ساعة أو أكتر. وشكرا.